مسجد الغمامة. يقع مسجد الغمامة في الجهة الغربية الجنوبية للمسجد النبوي الشريف على بعد 500 متر من باب السلام. سمي بالغمامة لما يقال من أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة الاستسقاء في المسجد، وقال: هذا مجمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعيدنا لفطرنا وأضحانا، فلا تبنى فيه لبنة ولا خيمة. فبعد دعاء الاستسقاء ظللته الغمامة ونزل المطر إجابة لدعائه، وسمي بذلك مسجد الغمامة. هو في الموقع الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المدينة المنورة، وكان هذا المكان آخر المواضع التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد عام 631، كما صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي، وما زالت تقام فيه الصلاة بالرغم من قربه من المسجد النبوي الشريف، ويعد من المساجد الأثرية والتاريخية بالمدينة المنورة. كسي المسجد من الخارج بالأحجار البازلتية السوداء، وطليت القباب فوقه بالنورة أي بالبياض، ومن الداخل طليت الجدران وتجاويف القباب بالنورة، وظلت الأكتاف والعقود باللون الأسود، مما أعطى المسجد منظرا جميلا بتناسق اللونين. بني المسجد في ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة، أي ما بين عام 86 هجرية و93 هجرية، ثم جدده السلطان حسن بن محمد بن قلاوين الصالحي قبل عام 761 هجرية، ثم أجريت له إصلاحات في عهد السلطان إينال عام 861 هجرية. قام بعدها السلطان عبد المجيد الأول بتجديده تجديدا كاملا ظل إلى عصرنا الحالي، عدا بعض الإصلاحات في عهد السلطان عبد الحميد. في العهد السعودي بدأ العمل على ترميمه كاملا في سنة 1431 هجرية، حيث قامت مؤسسة التراث الخيرية بترميم المسجد بدعم من شركة المناخة للتنمية ضمن مشروع تطوير منطقة المناخة، واكتملت عملية الترميم سنة 1434 هجرية، إلى جانب مسجدين آخرين في المدينة المنورة، هو مسجد أبي بكر الصديق ومسجد عمر بن الخطاب. وكانوا قدوة للناس، وكانوا قادة